معايا ومعاكم النهارده فيديو كده بصراحة ولا كان مترتب له ولا كان على البال، واحنا في طريقنا ماشيين بالصدفة كده شفنا المحل الجميل بتاع الفول والطعمية ده، فقلنا كده ناخد لكم معلومة على الماشي ونصور معاهم. وبصراحة ربنا طلعوا بجد ناس لذاذ جدا ومتعاونين. تحية كبيرة من قناة إيمي والعائلة لأحلى مطعم فول وطعمية، وأحلى تحية كبيرة جدا للإيد الشغالة. هنعرف أسرار سر الصنعة وإزاي يبقى معانا باللون الجميل ده، وإزاي الرغيف يكون منفوخ بالطريقة دي، وسمك الرغيف هيكون معانا قد إيه. هنعرف كل الأسرار، بس يا ريت تعملوا دعم لأختكم باشتراك في القناة. اللي ما اشتركش في القناة يا جماعة يشترك، ولايك وكومنتي. أحلى متابعين وأحلى مشاهدين لقناة إيمي والعائلة، وشيرك طبعا هيفيد غيرك فضلا وليس أمرا. فاصل قصير ووعي القناة تتغير. ورجعنا تاني يا حبايب قلبي. بصوا بقى، واحنا اثناء ما كنا بنسجل بقى معاهم، فزي ما انا قلت لكم الفيديو ما كانش مترتب له خالص، وكل حاجه كده جت على السريع. خدي بالك بقى وركزي في اللقطه دي. بصوا انا صورتها لكم بالتصوير البطيء خالص اهي عشان اوريكم سمك الرغيف قد ايه، ولا تخين قوي ولا رقيق قوي، يعني طبعا زي ما احنا شايفين بيكون في الوسط كده عشان اللقمة تطلع معاكي منفوخة، وده سر من أسرار الصنعة. عشان كده قلت اخدها لكم على البطيء عشان تاخدوا بالكم من سمك الرغيف قد ايه. وهنا بقى تاني سر من أسرار الصنعة، قبل ما يدخل العيش في الفرن لازم يبخه كده بالبخاخة. البخاخة دي فيها مية عادية جدا من الحنفية، وده بيكون طبعا تاني سر من أسرار الصنعة اللي بيديك اللون الجميل ده اللي احنا شفناه في أول الفيديو. وطبعا بيبتدي يحطه في الفرن زي ما انتم شايفين، وده بيكون الفرن بتاع العيش الشامي. على ما اعتقد كده ان الفرن ده مش بيولع من تحت، هو بيولع من فوق بس، لان زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو ان احنا صورنا الفيديو على عجالة وما كناش متوقعين ان احنا هنصور. هو جه فجأة كده مش مترتب له، فقلنا ناخد لكم اللقطة ونفيدكم كده بكام معلومة على الماشي. نرجع بقى لأول خطوة، ودي المهمة في طريقة العيش الشامي. وانتوا عارفين ان العيش الشامي له طرق كتير، ودي أسهل طريقة وأبسطها وعلى قد الإيد. فسألناه على العجينة والمقادير بتاعتها، قال ان هو طبعا بيعمل بكمية كبيرة، يعني بيعمل الشكارة كلها مرة واحدة، مش زي بقى ستات البيوت هتعملي كيلو 2 5 كيلو 10 كيلو، لا بيعمل الشكارة كلها مرة واحدة. وقال ان هو مش بيحط لها اي اضافات خالص زيادة عن دقيق مية ملح خميرة فقط لا غير. وزي ما انا قلت لكم واتك على الكلمة دي كويس قوي، دي طريقة من طرق العيش الشامي، دي اسهل طريقة وابسطها وبتكون على قد الايد. وبكده نكون قدمنا لكم اسهل طريقة من طرق العيش الشامي. بصوا بقى، هقول لكم انا من خلال تجربتي بقى، انا عملت معاكم العيش الشامي كذا مره في القناه. هقول لكم مقادير الكيلو كالاتي: كيلو من الدقيق، عليهم كيس خميره فوريه، عليهم معلقتين كبار من السكر، عليهم معلقه صغيره من الملح، عليهم كوباية لبن وكوبايتين مية. وطبعا احنا كستات بيوت بنحب ان احنا نعلي القيمة الغذائية بتاعة اللقمة عشان خاطر اطفالكم. ف دي بتكون طريقتي، ولو حابه ان انت تسمعي الفيديو باستفاضه انا منزله كذا طريقه على القناه. ارجعي للقناه واتفرجي على فيديوهاتي في المخبوزات. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلاص انتهى. اسيبكم على خير واشوفكم بخير باذن الله في فيديو قادم.